عبد الله هدف اول للنادي المصري. هدف اول للنادي المصري في الدقيقة 13 في وقت كان لسه النادي المصري ما بدأش يخش في المباراة، لكن الهدف ده هيفرق معاه كتير جدا. فريق الداخلية كان منظم في نص الملعب وبيلعب على الهجمات المرتدة وضيع فرصة خطيرة جدا كانت لعبد الرحمن بودي، لكن من ضربة جزاء او خطأ من خط الظهر بيكلف فريقه هدف في مرمى الداخلية عشان يتقدم النادي المصري بعد 13 دقيقة بضربة جزاء لعبد الله جمعة. اكيد على قوس ال 18 يلعبها ناحية اليمين، العرضية على القائم البعيد. لسه بقول لكم المقلق المزعج بنجامين عامل ارتقاء في وسط خط الظهر، بيتفرجوا على الراجل وهو طالع. بنجامين المزعج هنا كان في موقف تسلل، خلاص بقت لعبه جديده واتلعبت العرضيه وحاططها حلوه، حاططها على يمين بوسكا عشان يحرز هدف التعادل في الدقيقه 38 وفي الدقيقه 39 بنجامين اشمبونج عشان يرتفع رصيده ل9 اهداف. بنجامين اشمبونج بقول لحضراتكم كمان، يعني لو بيلعب مع فرقه تقيله من الانديه الكبيره اللي موجوده في المقدمه ويبقى تحتيه فرقه تقيله قوي، يطلع هداف الدوري ويطلع من افضل. لسه يعني ما بيلاقوش اي حد، الراجل ما حدش بيظهر من لعيبه وسط الملعب، تمريرات كتيره، استلام كتير في وسط الملعب. ادي الكثافه اللي عاملها علاء عبد العال مع فريق الداخليه قدام ال 18 في عرض الملعب. السيد عبد العال هتلاقي الضغط، بيعملوا الضغط كويس جدا فريق الداخليه. اسامه العزب خلاص بقى يبدا يلعب الطويله، اتحطت حلوه. كابوريا ممكن يلعب العرضيه، اتاخر فيها كتير على القائم البعيد. هدف تاني لسه بتكلم. محمد الشامي بيحرز هدف تاني، وهو اللي احرز هدف التعادل في مباراه انبي. في مباراه انبي الاخيره في الكاس. محمد الشامي عشان يتقدم مره تانيه النادي المصري. محمد الشامي بيحرز هدف بضربه راس، الراجل طاير وحاططها في الدقيقه 62. هدف تاني للنادي المصري، واكيد هيندم طبعا احمد سمير فرج على ضربه الجزاء اللي ضاعت، كانت هتفرق كتير جدا مع الداخليه. لكن يا سلام يا كابوريا، الرؤيه كويسه جدا وباصص وحاططها على القائم البعيد. الراجل يعني مش محتاج حاجه خالص الشامي، ان الراجل يحطها بدماغه على يمين الغرباوي عشان يتقدم النادي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف للداخليه، هدف في الدقيقه 62.